صباح الخيرات، ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأحسن حال يا رب. النهارده معانا فيديو بقى، بصوا تغيير، يعني تغيير جذري في كل حاجة. بصوا يا جماعة، انا النهارده عايزين نعمل بقى ايه، اكلة حلوة كده. الاكلة دي ايه بقى؟ بصوا، بنتي خالي جابت لي حمامتين، قالت لي ايه خدي انتي ومحمد. قلت لها يا سلام، يعني يا عز الطلب. المهم ايه، انا بقى خدت منها الحمام، بس ما فيش فيه الكبده والقناصه بتاعته، اللي هي الكبد والقوانص يعني. فانا عملت ايه، غسلتها غسيل كويس جدا وظبطتها الحمامتين دول. وبعد كده عملت ايه بقى، جبت بصلايه وجبت فلفلايه خضراء، وقلت احنا هنتصرف، مش مهم نحشي الرز من جوه كبد وقوانص، برضه هيتاكل لو انا ايه عاملاه برضه بطريقه حلوه. فوالله العظيم والله كان احلى 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 حمام كلته في حياتي. اقسم بالله مش عشان انا اللي عاملاه، كان روعه. عارفين يعني ايه روعه؟ كان روعه بجد. شوفوا بقى، انا بصراحه التوابل بتاعتي كلها خلصانه. اللي هو الفلفل والبهارات، مش عارف، كل البهارات عندي خلصانه وانا بعمل الحمام ده. ما لقيتش عندي بهارات خالص. فانا عملت ايه بقى، كان عندي خلطه بهارات كده، اللي هي تحسوا ان هي ايه، مشكلات كده ببعضها. قمت انا حاطه الخلطه دي على بعضها، بس طبعا مش فلفل ومش مش بهارات لحمه، اللي هي تحس ان هي قريبه من ايه، من بهارات، مش عارفه. هي بهارات غريبه، اقسم بالله ما اعرف اسمها. فانا قمت عامله ايه، قمت حطاها مع الخلطه بتاع الحمام دي. كانت حلوه قوي. فانا عايزه اعرف اسمها ايه، ولا دي ايه، حاجات كده عندي في التلاجة. انا بجيب التوابل بحطها في التلاجة، والبتاع ده الكتابه بتقوم ممسوحه من على الكيس، فانا بنسى بقى التوابل دي ايه. المهم يا جماعه، زي ما هي حطيت التوابل اهي. طبعا طبعا هي مش بتاع الرز البسمتي على فكره، ومش بتاع الكبسه على فكره، يعني بس فيها شويه فيها اللون ده، لان الطعم غير ماشي. بس كانت مخليه الحمام طعمه رهيب. انا قلت بقى ايه، بصوا يعني احط اي حاجه وخلاص، بس ما يطلع. بس كان قمر، كان حلو قوي. المهم ايه، زي ما انتم بقى شايفين كده، انا حطيت بقى ايه، عملت البصلايه والفلفلايه الخضراء، وحطيت ايه كوبايه رز صغنونه خالص كده عشان على قد حمامتين. بعد كده بقى ايه، حشيت الحمام. الحمام طبعا مذبوح بطريقه حلوه، مفيش في حته مقطوعه، فعرفت احشيه. وقفلت رجله كده من غير خله ومن غير اي حاجه. بصوا، قفلته تقفيله تمام من غير اي حاجه، واتحط كمان في الميه ما شاء الله، ولا فرقع ولا اتفتح ولا اي حاجه. هتشوفوا معايا دلوقتي. فطبعا بقى ايه، بعد ما خلاص الرز خلص زي ما انتم شايفين، بلوحه الاول زي ما انا قلت لكم كده، بشوحهم في بعضهم وبحط شويه ميه عليه، ياخد كده يعني نص سوايه كده صغنونه، عشان يستوي معايا بسرعه، عشان الحمام والرز يبقوا مستويين مع بعض تمام يعني. فالمهم ايه، اهو المهم كان كله خلص بقى. كنت حاطه طبعا الميه بتاعتهم على البوتاجاز وبتغلي، فسقطت فيها ايه الحمام. شوفوا بقى، انا طول عمري طول عمري اعرف ان شوربه الحمام دي ما بتتشربش خالص، بس كانت تحفه، شربناها. والله عجبتنا وشربناها، طعمها حلوه جدا 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 جدا. ف... فانتوا يعني لما تجربوها، يعني اعتقد كده انتوا تحبوها. احنا من صغرنا واحنا اطفال عارفين ان الشوربه دي لا، بس والله طعمها حكايه. انا شفت واحده على اليوتيوب بتقول شوربه الحمام جميله، وعملت فيها ملوخيه خضراء، فانا قلت اما ادوقها. فانا دقتها عجبتني جدا جدا، طعمها حلو قوي، مش وحشه، طعمها حلو قوي. بس الحمام عيب ان هو بيسخن قوي، يعني بيخلي الواحد جسمه يا لهوي حر حر، يعني ده عيب. الحمام يتاكل في الشتاء، ما تاكلش في الصيف. المهم ايه، المهم بقى طبعا حطيت على الشوربه الحاجات المعتاده، اللي هي ايه بقى، البصله والفلفل وطماطمايه، وطبعا ما عنديش اي حاجه، حطيت بس في حبهان وورق لوري، ده اللي انا حطيته. خلاص وكده عملنا ايه، خلصنا من الحمام. نيجي بقى على ايه، على الرز. ايه، انا يا جماعه عندي ده رز عادي بتاعنا العادي، مش بسمتي، انا اصلا ما بحبش الرز البسمتي ده خالص. فانا غسلته ونقعته زي ما انتم شايفين كده وظبطته، وعملت شويه زيت وحطيت فيهم 3 4 معالق كده من التوابل دي اهي، اللي هي بتاعت ايه، رز البسمتي، بتيجي جاهزه كده من عند العطار، هتيجي على بعضها جاهزه. خلاص وحطيت ايه، وحطيت معاهم الرز، وحطيت كمان ايه حبه الرز اللي كانوا باقيين من الحمام. خلاص خلاص. المهم ايه، الرز بقى معانا كان، انا بوريكم بقى الحمام بقى لكم شايفين، ما شاء الله ولا فرقع ولا حصل له اي حاجه. حطينا بقى ايه، توابل، التوابل بتاعت الرز اللي هي البسمتي دي، مع زي ما انا عاملاها كده مع الرز. مش عارفه الواحد ملبوخ ليه. محمد ابني يا جماعه مجنني قدامه، مش راضي يسمع الكلام وهو ساكت، عماله ابص له.
المهم ايه، خلاص كده انا وطيت على الرز وايه عشان يستوي. جبت بقى بعد كده آه اسمه ايه ده، فحم. جبت فحم. انا الرز البسمتي عامه بعمله كده. انا بحبش الرز البسمتي زي ما بقول لكم، لانه بيبقى ناشف كده، ما برتاحلوش نفسيا يعني. شايفين الحمام ما شاء الله عامل ازاي، تحفه. تحفه. بقول لكم ولا فرقه ولا اي حاجه، ما شاء الله. جبت بقى انا ايه، جبت فحم زي ما انتم شايفين، وعملته على النار اهو، علشان اعمل ايه، افحم الرز. انا يا جماعه بعمل الرز ده كده خلاص، وبعمله بالرز بتاعنا العادي، علشان ما بحبش الرز البسمتي زي ما قلت لكم، بيبقى تحفه، بيبقى جميل ومفرفر وجميل. الجمال في الخلطه بتاعه الرز، مش في الرزايه نفسها. البسمتي ده ما بحبوش. جبت بقى انا ايه، رحت بقى جبت طماطميتين، وجبت آه جبت بقى زي ما شايفين كده طماطميتين، وجبت راس توم حلوه كده، وجبت بقى ايه، كان عندي كمون وشويه كزبره صغيرين خلاص. قمت حاطه شويه ملح، وحطيت شويه خل، وقمت بقى زي ما شايفين كده عاملاه في الخلاط. تحفه يا جماعه. وحطيت فلفل احمر بيحرق، فلفل كده يكون نار كده، عماله ادوقها، كانت تحفه يا جماعه، تحفه. هنا بقى ايه، حطيت الطاسه على النار علشان ايه، عشان اقلي الحمام. الحمام بيتقلي، ما بيتحطش في الفرن، لان الحمام صغير اصلا، فما بيتحط في الفرن بي ايه، بينشف وطعمه ما بيبقاش يعني، تاكل حاجه ناشفه مش هتستمتعي بالطعم، فالحمام بيتقلي. خلاص بقى كده الحمام هيتقلي اهو. جبت انا بس بقول لكم ايه، بقول لكم معلقتين رز كده الاول، بقول لكم طعمه جميل. انا على فكره بقول لكم ما بحبش الرز ده عشان ما بحبش الكركم والكاري والبهارات دي، ما بحبهاش ابدا. بس لما بحط فحم فيه باكله بقى، بصوا بستمتع بطعمه، بستمتع بجد بطعمه. كنت عايزه اعمل مع الحمام كده فحم، بس قلت لا، انا عايزه اعمل حمام استمتع بيه كحمام، مش عايزه احس بطعم الفحم، عايزه استمتع بالحمام. خلاص هنا الحمام بقى هيخرج دلوقتي، هحمره تحميره حلوه، وايه، وهشيله بقى من الطاسه. شايفين عامل ازاي تحميره، عامل ازاي، شوفوا قمر. هنا بقى يا جماعه كنت جبت ايه، غطيت عليه عشان عمال يطرقع عشان ما يحرقنيش. خلاص الرز هنا كان خلاص، قلبته بقى وظبطته كده، وقلت لكم جبت معلقتين ادوقهم زي ما انتم شايفين اهو. الرز كان تحفه والله العظيم. هنا بقى كنت جايبه طبق كده حلو، قطعت فيه خياريه كده، اعمل بقى ايه، منظر حلو يعني، وحطيت عليه الرز، وبعد كده طلعت عليه الحمام زي ما انتم شايفين اهو. شايفين المنظر. جبنا بقى شويه شوربه حمام كده، وجبنا، بقول لكم شايفين الرز عامل ازاي، رز مفرفر مش معجن يعني. ما تقوليش ان هو عشان مش بسمتي يعجن، لا ده الرز كان تحفه يا جماعه، طعمه خطير. وانا بحبه كده بقى، لا بحب عليه زبيب، ولا بحب عليه اللي هو اسمه ايه ده الفول، ولا بحب اي حاجه عليه بصراحه، بحبه كده. الرز كان تحفه. والبتاع السلطه دي سلطه الدكوس كانت حلوه جدا، دكوس ولا دقوس مش عارفه. دي كانت طعمها جميل جدا، ومحطوطه بقى على الرز، كانت مخليه طعم الرز خرافه والله. الاكله دي كانت تحفه يا جماعه، تحفه. بس زي ما قلت لكم ان الحمام يتاكل في الشتاء، بصوا بيخلي الجسم نار، يسخن جدا. فدي اكله شتويه، مش اكله صيفيه خالص. المهم بقى ايه كده، خلاص بقول لكم الحمد لله احنا كلنا وشبعنا. فهعمل بقى ايه، هغسل مواعيننا وهروق مطبخنا بقى. هعمل ايه، هنغسل مع بعض بقى ايه المواعين. في ناس كتير بيحبوا قوي إيه حته المواعين دي. انا نوره مرات اخويا هي اللي بتموت في الفقره بتاع المواعين دي، في الحته دي قوي. فانا بهدلك دي يا نوره، والله بهدلك من قلبي هنا بقى جبت كل المواعين وغسلتها زي ما انتم شايفين كده. طبعا المواعين قعدت اغسلها مثلا في ربع ساعه مثلا، فهتيجي قدامكم في دقيقه ونص المهم يا جماعه، كل سنه وانتم طيبين عشان مولد النبي عليه افضل الصلاه والسلام. يا رب يتعاد علينا كده واحنا في الخير واليمن والبركات، ويا رب يا رب يا رب بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين. احلى واجمل وافضل شهور السنه خلاص قربت. انا بالنسبه لي السنه مقسومه نصين، 6 شهور و6 شهور. انا بموت في السنه من اول رجب بقى. اول رجب شوفوا بقى، رجب رمضان، رجب شعبان رمضان، العيد الصغير بقى، بعد كده ذي القعده، بعد كده ايه ذي الحجه. شوفوا 6 شهور قمر يا خرابي، بعشقهم عشق، بتمنى السنه كلها تبقى ال6 شهور دول. اختي بقى بقول لها كده، بتقول لي حط عليهم الاسبوع بتاع المصيف قلت لها ماشي. والاسبوع بتاع المصيف يا جماعه عشان خاطر اختي، عشان خاطر اختي برضو بيبقى اسبوع جميل قوي.
فربنا حل ايامنا جميعا يا جماعه يا رب، ويخلي ايامنا احلى ايام يا رب. وكل سنه وانتم طيبين. وبرضه زي ما قلت لكم كده، اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين. الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيقعد يقول لاصحابه قبل رمضان ب6 شهور، نقعد نقول كده: اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين. وكده 6 شهور ان شاء الله. كل سنه وانتم طيبين. المهم بقى، جيت بقى فضيت زي ما انتم شايفين الشوربه، وفضيت شويه رز الباقيين دول، وحطيت شويه ميه في الحله كده تتنقع عبال ما ما اخلص كده بقيه المواعين. جبت انا بقى جبت بقى الحله بتاعت الشوربه دي. هغسلها بقى وهظبط دنيتنا واخلي الدنيا فل. وبعد ما اخلص الموال ده كله اروح فين بقى؟ اروح على البوتاجاز عشان اغسله وانضفه، عشان ابقى عملت معاكم كل المواعين يا جماعه. للناس اللي بتحب الحته دي بقى، انا برضو بحب اتفرج عليها، تخيلوا، بس بحبها تبقى سريعه كده زي ما بعملها. ما بحبش اللي بيقعد يجيب دي ويقعد يتقل بقى ويتكلم ويضيع الفيديو كله في المواعين، ما بحبهاش. لا يعني فيدينا بحاجة تانية. احنا اتكلمي شوية، روقي، اطبخي، هاتي المواعين كده. بحب الفيديو يبقى كده متنوع، ما بحبوش مواعين بس. ما بلاقي فيديو مواعين بس ما بتفرجش عليه، بتضايق. خلاص، ما احنا كلنا بنغسل مواعين، فبلاش خنقة بقى. المواعين ورانا في الحياة وورانا في الفيديوهات. هنا بقى بقول لكم مواعين خلصت اهي. هنا بقى اروح فين؟ اغسل بوتاجاز. طبعا شلت الكوش، هتشوفوا الكوشتين دول ما كانوش هشيلهم دلوقتي عشان اغسلهم. في كوشتين انا شلتهم عشان اغسلهم، راحوا فين؟ ايوه هم دول، والله مش عارفه، تخيلوا راحوا فين. ايوه هي حطيتها ودي حطيتها. خلاص كده. وهعمل بقى هعمل بقى، هخلص الحوض كمان وهكفي المواعين وهروق الدنيا. وبكده بقى يا جماعه مع الحوض كده، مع ان انا وصلت لمرحله الحوض، يبقى انا كده خلصت مواعيني، لان الحوض ده اخر حاجه بتتغسل. وكده الفيديو بتاعنا يكون خلص بقى، وهكفل معانا واظبط دنيتنا. ارجو يا جماعه، يعني اتمنى ان فيديوهاتي تكون بتعجبكم، اتمنى ان اكون ضيفه خفيفه على قلبكم، اتمنى اللي تشوفني ويعجبها فيديوهاتي تعمل لي اشتراك وتعمل لي لايك، واتمنى ان انا يعني ادخل قلوبكم وترتاحوا لي وتحبوني يعني. هنا خلاص المطبخ خلص وروقت دنيتنا زي ما انتم شايفين. وكده خلاص يا جماعه المطبخ بقى تمام. بقول لكم البوتاجاز اهو بقى زي الفل، والمطبخ بقى زي الفل. وكده خلاص خلصنا. وتصبحوا على ألف خير يا حبايب قلبي، واشوفكم على خير، واشوفكم في فيديو جديد. ويلا سلام، هتوحشوني، يلا باي.